لانها تبقى في المراقبه. هذا كلام كنقولوا عليه. في المستوى الثاني المرتبط بالجانب الحوار اللي حنا كنرفعوا كنبدا وبالفعل كنتواصلوا بجديه مع الاخوه في الحركه الامريكيه، مع الاخوه في الامريكيه، مع الناس المساله ديال المقصره اللي تحدث على مسؤول النقد الوطني. ولكن السعيد كتلقى ان هاد الناس راه هو تحديهم كيقول لك العنف ضد الظلام خيار استراتيجي، تيقول لك خصو ينشي يعني المخططات اللي جايه من الجامعه بالمنطق ديالو. والامر الثاني خصو ينشي شي حاجات من هذا الاسلاميه والجامعه، يعني ماشي تحتك عنده ماشي الزواج لا. ولذلك راه في طريق عطاره نجاو البارح قالوا لازم تنظفوكم ومن نزلوا الشباب بالكتب ديالهم وداك الشيء جا وقالوا عندكم رجوع دعوه الناس تنظفوكم ومن نزلوا الشباب شوفوا بالفعل. دابا تصور معايا منظر ديال واحد عارف كتب اما المبيعات الاطلاع الحوض عارف اروقه عارف قولات ديالهم كيلو ديال الفلاسفه وكيتوز 21 واحد. تصور معايا داخل الجامعات السيف شنو غتقول لهذا جاي باش يحسنك راسا. ولذلك منظمه الدول كما قال الاخ ماشي فقط بين الميثاق السوداني شنو في حيطه الحقيقه بين دوله ما بقاش عندنا فقط الناحيه ما بقاش عندنا غير الحياه السلبيه بل اصبح تواطؤها بارد العيان. الكلام اللي كيقولوا عبد الحق مثلا اللي في بلاد مراكش او اللي كيقولوا بالرقيه المسؤول الامني او الناس ديال الان اصبح بشكل واضح درنا مسيره حنا والعجوز. اتذكر هذه 3 سنوات مراكش وغاديين الولايه مره اخرى وقفونا في الطريق تنقول ديفيزيونيل خاص حتى اللي كتهضر معايا في الشارع العام راه هذا الدين دابا في يقول في داخل الجامعه كيقول لي والله ما نقدرش نكون بالله يعني شنو ممكن بمعنى المنظمه كتهضر فقط فقط غير ماشي غير لان ضرنا منه. اليوم ناس اباء اطفال بغاو يدخلوا ابائهم من الجامعه لان العنف فيها لم يعد من ضبط المرجعيه. راه كيبعثوا لنا في الحركه الطلابيه كان فيها قتيل او 2 طيله 20 سنه. اليوم بالفعل ديال هذه العصابه كتاكدوا الارهابيه اللي خصها تحكم ماشي غير قانون الارهاب بشي حاجه اكثر منه على يد هذا المقتول الطالب الامازيغي والحدث كذلك اللي وقع في مكانه. بمعنى ان الصدر ديال 4 سنوات كنلقاو 3 ديال الطلبه تقتلوا بسبب المنهج الديمقراطي، في حين ان المسار ديال الحركه كان مارسوه الاسلامي اما دفاعا بلحظه من اللحظات او مارسوه في وقت من الاوقات وفتره معينه مارسوه لإطار من الاشكال 38 ذلك. ولكن كان عنصر منضبط كمرجعيه. اليوم اصبحنا امام عنفين منفرد امام عنف غير منضبط بالمره. لذلك كيؤدي لهذا النتائج. وطبعا المنظمه حريص على انه ما بنجوش بالمرات ما كنطلعوش في اما الجرات كنوليو اذا بك اليوم ضربوا تاع الغدا. وبالمناسبه هو ماشي كنجيبوها فقط هذا التوجه هو حتى داخل التوجه ديال الطريق عندهم واحد النوع ديال الانحصار وفقط على مستوى مراكش بشكل اساس لهذا التيار القاعدي وكيختلف مع المكونات الاخرى اليساريه. الوسائل اللي يمكن منظمه الجهاد الطلابي تقوم بها انطلاقا من الوقوف قدام الولايه الندوه الصحفيه الوقفه اللي جايه ان شاء الله قدام المجلس الاستشاري الحقوق الانسانيه صحفي الحربي المراسلتين المراسله الثلاث وحده موجهه حمد خشيشن وحده موجهه لوزير العدل وحده موجهه لوزير الداخليه. التواصل اللي درناه مع كتاب الفرق البرلمانيه وكنطرحوا معهم تشكيل عند الجامعه على اختلاف الدلوي ديالهم السياسيه وكنطرحوا لهم اسئله شفويه كتابيه هدفه فقط هو تحصيل الجامعه وان الجامعه تبذل بالفعل فضاء والافكار يتبادلوا الصفات والكتوبه والاقلام ماشي يشوفوا الثلاث والجرا وجوج الحريقه. وهذا المنطق اللي ديال بالفعل ان هاد الناس سبحان الله نشوف كانهم يعني عندهم رعايه امنيه واضحه. وتصوروا معايا من كيجيب جوج الحريقه السنه الماضيه قدام المحكمه الابتدائيه ما بالك بداخل الجامعه ما بالك بالشيء الجامعي ما بالك بالمدرسه مع الجامعه. اذا المساله اعتقد اصبحت واضحه. احنا غنشوف الخطوات اللي بالمجهود ديالنا والمقدور ديالنا وفق هذه الامكانيات اللي كتفتح لهذه المنظمه اللي عندها واحد 18 فرع مسؤوله 18 جامعه بهذه العناصر ديالها. هذه الامور اللي عندنا ممكن نديروا بها الاشياء ديال الاحتجاج المدني ديال المتابعه القضائيه. في الحقيقه السؤال علاش مراكش بالضبط ما يمكنش نعرضوا الا غادي نختلف فيها بصوره غير واضحه. يعني علاش بالضبط يعني لماذا مراكش قد هذا شنو كل مستفيد من هذا الشيء. فاحنا سؤال عطينا اجابات وان كان عدد من الامور الاخرى ما يمكنش نستطيع اجابات. مواقع الطريقه نفس مواقع مرات